السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله زي ما انتم شايفين معايا لبن رايب. هعمل لكم منه جبنة قريش، الجبنة الفلاحي بتاعتنا. انا عملتها لكم قبل كده بالحصيرة، ووعدتكم يومها ان انا هعملها لكم من غير حصيرة، وكلكم كتبتولي في التعليقات، يعني معظمكم مش كلكم، ان احنا عايزينها بطريقة تانية من غير الحصيرة، علشان احنا ما عندناش حصيرة او مش عارفين نجيبها منين. انا اتأخرت عليكم في الفيديو دوت، سامحوني يعني، معلش. بس خلاص النهاردة انا عملته لكم اهو. هعملها لكم النهاردة من غير حصيرة، بس قبل ما اعملها عايزة اتفق معاكم على حاجة وانوه لحاجة. هي هتكون نفس الطعم ونفس الشكل ونفس الجودة وكل حاجة. الطريقة هتختلف مع اختلاف الشكل في الاخر. مش هتكون القطعة فيها خطوط منقرشة اللي هتاخد شكل الحصيرة، لان احنا طبعا مش هنعملها في حصيرة. هي هتكون سادة ومسح خالص، القطعة بتاعتها مش هتكون فيها خطوط، بس هي نفس الطعم. احنا كده كده في الاخر بنهرسها بطماطم بفلفل اخضر بكده، فطبعا شكل الخطوط ده بينعدم في الاخر، فايا كان سيان يعني هي هتكون كويسة. طبعا دوت اللبن الرايب اهو، انا عملت لكم فيديو بيه قبل كده ازاي نخليه روب ويبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ارجعوا له في القناة وهتشوفوا الطريقة. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا المرة اللي فاتت لما عملتها في الحصيرة قلت لكم ان انا هسخن مية. هي لها طريقتين، ممكن نحطها في الفرن وممكن نسخن لها مية، نسخن لها شوية مية نحطهم كده فوقهم ونسيبها 10 دقايق تسخن اللبن بتاعي وتخليه يمسك شوية عن كده، وبعدين نحطها. المرة دي هعملها لكم في الفرن. هحط اللبانة دي كده في الفرن. هولع الفرن بتاع البوتاجاز من تحت بس، واحطها فيه لمدة يعني مش هتكمل 5 دقايق. هحط ايدي فيها كده او بالمعلقة واحسها بايدي. اول بس ما تدفى زي دمعة العين كده، هتحسي ان اللبن ده مسك شوية عن كده وبقى اسمه جالس، يعني جلس عن كده شوية، يعني مسك نفسه. وهاجي معاكم هوريكم هعمل ايه بعدها ان شاء الله. رجعت لكم تاني يا بنات بعد ما اللبن طلع من الفرن، عايزه اوريكم الفرق اهوت. شايفين؟ بصوا عامل ازاي، بقى كتلة عامل ازاي. طبعا الفرق واضح بين قبل ما احطه في الفرن وبعد ما طلع من الفرن. مسك نفسه خالص كده اهو، والمية بتاعته تقدري تشيليها لوحدها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، واللبن بيتشال في المعلقة لوحده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا محضرة معايا زي ما انتوا شايفين كده مصفى، اي مصفى عندك بتستعمليها. وطبق بلاستيك بالشكل ده كده، طبق غويط وتحط فيه المصفى. ومعايا كمان، مش هحط اللبن كده على طول، معايا كمان ايه؟ معايا كمان الشال الابيض ده، بحطه كده. طبعا هو مخصص برضو للجبنة، بس انا بحط الشال كده في قلب المصفى اهو زي ما انتوا شايفين كده. شال ابيض، قماشة بيضة شفافة كده، مخرمة، اي حاجة بحيث ان انتي هتفضي فيها اللبن ويصفي. هعمل كده قدامكم، هفضي كل الكمية بتاعتي بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا الشال ده فايدته ان انتي هتصفي اللبن بتاعك، واللبن ما ينزلش من المصفى الاخرام بتاعتها اهو كده بالشكل ده بيصفي اهو. طبعا عاملة كمية بسيطة جدا، نموذج بس عشان اوريكم. انا لما عملت الجبنة المرة اللي فاتت في الحصيرة نسيت اعمل خطوة مهمة جدا، وهي اني احط شوية ملح في الجبنة علشان بتخلي طعمها جميل وبتظبط حدقها. هحطها بقى دلوقتي معاكم اهو كده واقلبها. دلوقتي بقى هي بتتصفى براحتها خالص اهي زي ما انتوا شايفين. هلم عليها كده الشال بتاعي زي ما لميت الحصيرة بالظبط، نفس اللي انا عملته في الحصيرة هعمله في الشال ده. انا معرفش انتوا بتسموه ايه، هي قماشة بيضة وخلاص، شفافة اهو. انا كده لميته بالشكل ده كده. هحاول بس ايه
امسكه كده شويه هينزل الميه. شايفين الميه نازله تحت خالص اهي زي ما انتوا شايفين. هسيبه بقى كده شويه يصفي. عايزه اقول لكم ان الطبق اللي انا حطاه تحت هو غويط جدا علشان الميه ما تردش تاني في المصفى من فوق. طبعا الميه مش واصله للمصفى لان الطبق غويط جدا. هحط كده وهحط ايدي كده اصفي شويه معاه اهو. طبعا لازم تضمني نظافة القماشة البيضة دي اللي انت حطاها، علشان طبعا الجبنة بيضة جدا واي حاجة مش نظيفة هتأثر فيها وهتبان. زي ما انتوا شايفين كده هو خلاص الصفة. هركنها بقى كده شوية. هحاول احط اي حاجة كده تقل عليها انا عشان اخد شكل الجبنة برضو مستطيل زي المرة اللي فاتت. هعمل كده اهو، بصفي المية شوية كده اهو. هحط بقى تقل كده بقية القماشة بتاعتي عليها تقل عليها علشان تصفي كويس. عايزه اقول لاي حد مش هيعجبه المنظر ده، هو مفيش طريقه غير كده والطريقه بتاعه الحصيره. لان انا بصراحه جالي تعليق على الجبنه اللي انا عملتها في الحصيره. واحده يعني اخت فاضله قالت لي ان ده منظر يعني مش عايزه اقول الكلمه اللي قالتها. مفيش طريقه تانية غير كده، اصل ده منظر هضطر اقول الكلمة عشان تعرفهم. قالت لي ده منظر مقزز. يعني ايه منظر مقزز؟ انا مش فاهمة. يعني هي اكيد قالت كده لانها انا ما زعلتش، هي اكيد قالت كده لانها ما تعرفش طريقتها ولانها اكيد الطريقة دي غريبة عليها. بس هي دي الطريقة المعتادة وهي دي الطريقة اللي احنا بنعملها بيها. والطريقة دي كمان طريقة برضو ناس كتير بتعملها. وانا حبيت اعرفها لكم عشان اسهل عليكم الامر. انا كومت كده بقيه القماشه بتاعتي وحطيتها كده تقل علشان تصفي كويس. هسيبها كده شويه يعني لمده ساعه واحده بس، وهرجع لكم تاني وهوريكم شكل الجبنه عامل ازاي. بس عايزه اقول لكم ان انا لما عملتها في الحصيره سبتها ليله كامله. هي في الوقت ده مش هتغيب كتير، هتتصفى بسرعه وهتبقى كويسه. وهاجي اوريها لكم ان شاء الله بعد ساعه. بصوا يا بنات، في خطوة أنا عملتها كده بعد ما عدى 10 دقايق بالظبط عليها لما اتصفت. أنا مصورتهاش الحقيقة بس حبيت أعرفها لكم من باب الأمانة، يعني علشان ما يكونش فيه أي حاجة مش واضحة قدامكم. أنا بعد ما اتصفت ب10 دقايق خدت الشال كده ولفيته عليها رول زي ما انتوا شايفين. وقمت جاية متكية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. فضلت أضغط بإيدي من ناحيتين كده قصد بعض علشان يعمل الشكل المستطيلي ده. علشان لما اجي اقطعها تكون سهله عليا. حبيت اعرفكم بس الخطوه دي قبل لما الساعه تعدي، علشان ممكن الخطوه دي لو ما شفتوهاش تفرق مع اي واحده تكون بتعملها وما تظبطش معاها. حابه برضو تسيبيها من غير ما تعملي الخطوه ديت، مش هتكون شكلها مستطيل بس هتبقى جبنه كويسه برضو عادي. بس هي كده الشكل ده عشان تبقى زي الحصيره بالظبط ومطوله زي بتاع الحصيره. بعد ساعة الا ربع بقى بالظبط كمان، هو كده يعتبر عدى 10 دقايق او ربع ساعة. هاجي اوريكي شكلها عامل ازاي. خلاص كده يا بنات الجبنة بتاعتي بعد ما عدى عليها ساعة بالظبط في قلب القماشة والمصفى بتاعتي. شايفين انا كشفت عنها القماشة اهو. شايفين شكلها اهي جامدة جدا ومسكت نفسها خالص اهي زي بتاع الحصيرة بالظبط. بس طبعا زي ما اتفقنا ما فيهاش الخطوط، سادة خالص. دلوقتي بقى هطلعها في طبق وهوريها لكم ان شاء الله. ورجعت لكم يا بنات بعد ما قطعت الجبنه بتاعتي في الطبق كده زي ما انتم شايفين اهي. طبعا تقطعيها بالحجم اللي يريحك وبالشكل اللي يريحك. بس انا كده قطعتها كده بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. طبعا احنا اتفقنا في اول الفيديو ان هي مش هتكون مخططه زي جبنه الحصيره اللي انا عملتها معاكم قبل كده. هوريكم قطعه اهي ماسكه نفسها خالص زي ما وريتكم برضو في فيديو الجبنه بتاع الحصيره. كنت ماسكاها برضو كده وعماله احرك فيها. هي نفس النتيجه ونفس الطريقه اهي بالظبط. بس مع اختلاف الشكل اللي هو الخطوط. وطبعا ايا كان بقى خطوط غير خطوط احنا كده كده بنهرسها في طبق بقى مع شويه طماطم على فلفل اخضر على زيت وليمون وشويه ملح وكمون بقى. ما اقولكيش ما تقوليليش بقى لحمه ولا فراخ طبعا. بتبقى جميله جدا وبتفتح النفس قوي. يا رب اكون عند حسن ظنكم ويكون الفيديو عجبكم واكون قدرت اسهل عليكم الطريقه لكل اللي سالني عليها كده وما عندوش حصيره في الاسواق اللي موجود فيها في المنطقه بتاعته.
يا رب يا حبايبي اكون خفيفة على قلبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشيريه مع كل اصحابك، علشان كل البنات اللي نفسها تعمل جبنة قريش وما عندهاش حصيرة تستفاد من الفيديو ده. ولو لسه كنتي بتشوفيني لأول مرة يا ريت تشتركي في القناة وتدعميني، وتدوسي على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك وتفعليه علشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.